السيد المصطفى الفارسي هو غني عن التعريف، لأنه أديب ليس بتونسي فقط وليس بعربي فقط، فإنه أديب عالمي. فهمتني ولا؟ في هذا يحتفل اليوم بالذكرى الثامنة لوفاته. واخترنا بنزرت لأنه كل سنة نختار ولاية من ولايات. فهمتني ولا؟ اللي قبل هذه كانت بن عروس، واللي قبل هذه كانت مستير، واللي قبل هذه كانت منوبة، واللي قبل هذه كانت أريانا. فهمتني ولا؟ فلهذا نندرجوا نحن باش نمشيو لكل الولايات، لأنه السيد مصطفى الفارسي هو ما هوش ملك مجموعة أو ملك ولاية فقط، لأنه هو تونسي ونفتخر بكونه أديب عربي عالمي تونسي. هو رسام، شاعر، مخرج سينمائي، يعني مساعد مخرج في فيلم جحا للعمر الشريف، معناها مثل فيه. معناها عنده تاريخ كبير، ونحن يكون شرف لنا نحن اعضاء في النادي هذايا، يكون شرف. ساعة احنا غاديو كاتب غاديو ويب. تقدموا لنا رواحكم، تحكيوا لنا على الاستاذ المرحوم ولا التظاهره نتاع اليوم. اهلا وسهلا. انا الدكتور سليم العنابي، طبيب مختص في الأمراض العصبية والنفسية بتونس. أما عن مصطفى الفارسي فهو صديق العمر، وقد تعرفت عليه في السنوات 76، إذ في ذلك العهد أتاني إلى مكتبي بمستشفى الرازي الجامعي، وكنت آنذاك رئيس قسم ومدرسا بكلية الطب بتونس بعد أن درست بباريس. وقدم لي نفسه ليتعرف علي، وحدثني عن بعض من كتبه وكنت أجهلها، إذ غادرت تونس إثر البكالوريا ورحلت إلى باريس لتعلم الطب، ومكثت بباريس طويلا قرابة 20 سنة، أين تعلمت مهنتي وعلمت وقمت ببحوث. ولم أكن أشتغل ذاك بقراءة الكتب، لا الكتب الشعرية ولا الأدبية ولا الفنية الفرنسية أو الإنجليزية أو العربية، بل كنت أجهل كثيرا عن بلدي، إذ غادرته صغيرا ولم أكن أعرف حد بنزرت شمالا وسوسة جنوبا. وربطت بيني وبين مصطفى الفارسي صداقة كبيرة، إذ كان يشاركني في الطباعة، وقد كان المصطفى عفويا، وكان يحب الشباب، وكان مغامرا، أي أنه لم يكن ينظم الأشياء ويأخذ الأشياء كما قال ابن تونس البر وشاعرها أبو القاسم الشابي: خذ الحياة كما جاءتك مبتسما، في كفها الغار أو في كفها العدم. كان مصطفى الفارسي كذلك منذ عرفته إلى يوم غادرنا، فكان يصاحبني في آخر الأسبوع في رياضتي المميزة وهي الغطس. يكلمني وأقول له أنني ذاهب إلى طبرقة، فيقول: انتظرني أمام الباب. ونذهب لنقضي يوم السبت والأحد، وفي بعض الأيام 3 أيام نركب البحر. أنا أصغر منه بكثير من السنين، ونادينا به أناس بعمري وأصغر مني، وكان يشاطرنا الحديث والمزاح، وكان عند سياقتي وعند خلاطه يقص علي كثير من القصص التي عاشها من تاريخ تونس
من خفايا تاريخ تونس الذي هو عارفه، إذ كان هو من أول من ينشر الصحافة التونسية، إذ كان هو مؤسس شركة الساتبكس أو الشركة التونسية للأفلام، هو الذي كونها من عدم، وكان يعيش مع عالم الأدباء وعالم السياسيين بالضرورة. ما أعرف عنه أنه كان سخيا وكان لطيفا، وكان لا يحتقر صغيرا ولا كبيرا، مع أنفة وعزة نفس ووطنية لا مثيل لها. إذ سافرت معه إلى السعودية وسافرت معه إلى الصين وعايشته في بيته وفي بيتي، وتعرفت على الشخص الذي له ميزات عظيمة، إذ أنه شخص كون نفسه بنفسه. فقد ولد المصطفى بداخل مدينة صفاقس ولم